يا مستر ما بقدرش اقعد 5 ساعات على مذاكره، عندي عدم قبول المذاكره. هقول لك على حاجات لو انت هيئتها لنفسك هتساعدك على المذاكره. 5 حاجات تعملهم لو عملتهم هيفرقوا معاك في المذاكره جدا. مش انت بتقعد على المذاكره مش قادر تقعد فترات طويله، بتقعد يا دوبك نص ساعه وتمل وتزهق، بتقعد اخرك ساعه وتحس ان انت قرفان ومش طايق الكتاب. اعمل ال5 حاجات دول هيخلوك تقعد على الكتاب تبات عليه. هبات على الكتاب. 1 لازم تكون في احسن حالاتك الظاهريه والنفسيه. طب يا مستر انا حالتي النفسيه زفت وحالتي الظاهريه اصلا مبهدل. الحاله الظاهريه سهل علاجها. عايزك تاخد لك دش قبل المذاكره، على الاقل تكون متوضي، بلاش دش، تكون لابس لبس كويس نجيب عندك، انضف ترنج عندك واشيك ترنج، حاطط برفان. طب جربها، جرب يا باشا سرح شعرك والبس لبس نجيب وحط برفان واقعد كده على الكتاب، هتلاقي نفسك وانت قاعد شيك، هتلاقي نفسك حابب الكتاب قوي. مش لازم تقعد يعني وانت معفن وشعرك منفوش وهدومك مقطعه وقاعد حافي وعايز تذاكر، انت طرفان من نفسك اصلا، مش ضارب في الكتاب. لا انا عايزك تقعد يا باشا في احسن حالاتك النفسيه. 2 قبل ما تبدا مذاكرتك ابدا بحاجه اسمها ركعتين قضاء حاجه. صلي ركعتين قضاء حاجه يا عم. انا مهندس يا باشا، مهما كانت كفاءتك العلميه ومهما كانت كفاءتك الذهنيه مش هتقدر تحصل اكبر تحصيل الا بتوفيق ربنا وبمراد الله. ما المعلومات دي بتاعت ربنا، الله، ما العلم ده بتاع ربنا. يهب لمن يشاء. وخلي نيتك نية ان انت يا رب عيني على المذاكره، ان انا ال5 ساعات دول استثمرهم، ان انا يا رب الشرع عندكم في المذاكره دول استثمرهم وفعلا يجوا بفايده بالنسبه لي. ايوه يا عم ادعي ربنا كده، ادعي الله. ما انت ليك طلب عند ربنا واحنا ليه نغير ربنا؟ ايوه يا عم محتاج في وقت الزنقه وربنا سبحانه اسمه الكريم وبيقبلك وبياخدك ويديلك ويمنحك ويكرمك. صلي ركعتين قضاء حاجه بنيه ان ربنا يساعدني ويوفقني في الشويه اللي انا هقعد اذاكرهم دول وما اسرحش. 3 قبل ما تبدا مذاكرتك استفتح المذاكره بحاجه فيها بركه. اقرا لك حتى 5 دقايق قران كريم، 5 بس. اقول لك على حاجه، ما تبدا رحله ختم القران مع المذاكره. كل ما تيجي تفتح كتاب امسك من اول سوره الفاتحه وماشي بقى والبقره ثم ال عمران ثم النساء ثم بالترتيب. كل مره يمكن على اخر الترم الثاني عقبال ما تخلص تكون ختمت القران الكريم بالمذاكره. وانت بتذاكر كل يوم 10 دقايق بس، زي ما وصلت قريت 10 ايات، قريت 15 ايه، قريت ايتين، قريت ايه واحده. الحاجه الرابعه ابدا بالماده السهله بالنسبه لك. ابدا بالماده اللي انت بتحبها، ابدا بالسهل ما تبداش بالصعب. مش حد يقول لك انا ابدا بالصعب عشان خاطر الالف، لا انت لما بتبدا بالسهل نفسك بتتفتح. ابدا باللي انت حلو فيه واللي انت بتجيده واللي انت يرفع روحك المعنويه واللي يحسسك ان انت ذكي واللي يحسسك ان انت شاطر واللي يحسسك ان انت بتفهم وبتقبل المعلومات. ابدا بالسهل ثم الصعب. ابدا بالماده اللي بتحبها ثم الماده اللي انت بتكرهها. ابدا بالامور الميسره ليك ثم الامور المعقده والصعبه عليك. عين نفسك على نفسك، ما تبداش بالعكس. ابدا بالسهل. الخطوه ال5 اياك ثم اياك ثم اياك الشيطان يضحك عليك. يعني ايه؟ يعني احنا بص بنرسم الخطه، الشيطان بقى عارف لها مسالك. الشيطان عارف مسالك يخش لنا منها، عارف خبايا يقعد يضحك عليك وانت بتذاكر الفيزياء وانت بتذاكر الكيمياء وانت بتذاكر الرياضه بذاكر احياء وجت حته صعبه قدامي ومش يقول لك ايه يا عم لا الحته دي صعبه قوي، انا كنت خايف في الدرس ده. ما تخش يا ولا يا محمد، يا واد يا محمد يا نجم، خش شوفه على اليوتيوب. فقلت انا هخش على اليوتيوب وارجع تاني بسرعه. وبتفتح اليوتيوب، تفتح السوشيال ميديا، تقعد بقى ايه؟ اول ما تفتح تلاقي بقى فيديوهات كتير، انت كتبت اسم الدرس يطلع لك 20 عنوان، واحد عامل كده، المحاضره الصاروخيه، المحاضره الفولاذيه، المحاضره المهلبيه، واحد ماسك السلطانيه. سبحان الله، تقول ايه ده احسن ولا ده؟ اخش شوف ده 10 دقايق ما عجبنيش اطلع، اخش شوف ده ربع ساعه، لا مش متكيف، اخش شوف ده ايه ده فهمت منه بس يمكن افهم من التاني احسن. اخش تبص تلاقي عشان 5 ساعات عدوا منك وعوضك على الله، وفي الاخر اصلا ما فهمتش الجزئيه اللي انت كنت محتاجها وما
يتعيش. يبقى انا قبل ما اقعد على الكتاب اقفل باب الشيطان، اعمل التليفون وابعد ظهران واحطه على الشاحن. طب يا مستر في حاجات واقفه قدامي، طب يا مستر في دروس كنت غايب فيها، طب يا مستر في حاجات وفي حاجات وفي حاجات. اعمل لنفسك كشكول اكتب فيها عناوين الاجزاء اللي وقع منك في كل ماده انت نويت تلمها. عايزك تلم في الاجازه دي كل اللي انت تعرفه وكل اللي انت تقدر عليه، وذاكر كل اللي تعرفه وكل اللي تقدر عليه لمه، واللي ما تعرفوش سجله في نوتس، سجله في ملاحظات. بص يا باشا، اللي واقع مني في الكيمياء صفحه، اللي واقع مني في الفيزياء صفحه، اللي واقع مني في الرياضه صفحه، اللي واقع مني في الاحياء صفحه. عدى 10 ايام واخد عهد على نفسي، مش هفتح سوشيال ميديا، مش هفتح يوتيوب، مش هفتح اثناء المذاكره، مش همد ايدي على الموبايل، هعمله وضع دوران عشان يتصل بيا لان ليه متاح، محدش غيرني. خلصت دول 10 ايام تحت ولاد، اقسم لك بالله انت انقذت نفسك وانقذت العيله كلها. والله انت انقذت مستقبلك. بعد ال10 ايام دول يخلصوا هتبص تلاقي نفسك ايه؟ مطلع في كل ماده اللي واقع مني. ان شاء الله حتى لو باب كامل، واحد يقول لك يا مستر انا اصلا الباب الثالث ده انا ما حضرتوش، اكتب الباب الثالث. كده انت كسبت. انت عارف كسبت ايه؟ كسبت ان انت على الاقل لميت 50%، 60%، 70% حسب قدراتك وحسب مستواك. في ناس هتلم 90، في ناس هتلم 100%، بس انت عرفت اللي انت لميته وعرفت اللي واقع منك قد ايه. جد بقى اجازه نص السنه 5 ايام اشيل حاجتي كلها وانا عارف اللي واقع مني. خد لك 5 ايام بعيد عن الحياه، بعيد عن جو الثانويه العامه. عيش يا باشا، ما تشيلش الدنيا هم، واقعد بقى اعمل كل اللي انت عايزه وكل واشرب وانزل واتفسح واعمل كل حاجه. مع بدايه الترم الثاني شحنه معنويه جديده، ايجابيه جديده. امسك الترم الثاني كل اللي ناخده افرمه اول باول واعمل خطه للم الحاجات اللي كانت واقعه مني. لم بقى بمعرفتك. انا عن نفسي ككيمياء، محمد النمر ككيمياء، بقول لحضرتك وعز جلالة الله ما تشيل هم مسمار واحد واقع منك في المنهج. والله باب اول وثاني وثالث ورابع لاكون فارمهم لك فوق الخيال، لاعمل لك مراجعات محدش يحلم بيها في مصر. شيلش همها. طب واقع مني حاجات في الفيزياء، مدرس الفيزياء هيلملك. واقع مني حاجات في الرياضه، مدرس الرياضه هيلملك. واقع مني حاجات في الاحياء، مدرس الاحياء هيلملك. وكل ده مثلا تعمل مراجعات هيلملك. يبقى انا عارف الحاجات اللي واقعه مني هتك عليها اكتر في المراجعات المها، والم الترم الثاني اول باول. يبقى انت كده يا باشا حييت نفسك من جديد، ساعدت نفسك بنفسك. دي الخطه الصح. اي حاجه غير كده يبقى انت بتهبل وضيعت الاجازه من ايدك بالاونطه، ويبقى انت بصراحه ضيعت فرصه مش هتعرف تعوضها تاني. اتفقنا؟ صليتوا بينا على النبي؟ زدت النبي صلاه. افتح الشيت يا ريس.